تلميذة تزوجت بالسر. دخلت الأم غرفة ابنتها فلم تجدها، ووجدت رسالة على السرير فقرأتها بيدين مرتجفتين، وكان مضمون الرسالة كالتالي: أم الحبيبة، بندم وأسف شديدين أخبرك إني قد هربت مع صديقي، وجدت معه الحب الحقيقي وهو لطيف جدا، وأنا متزوجه منه من 3 شهور. وليس هذا فقط ماما، فأنا أيضا حامل. قد قال لي إننا سنكون سعداء جدا في حياتنا، كما قررنا أننا سنعيش معا إلى الأبد، ونريد إنجاب الكثير من الأولاد، وهذا أحد أحلامي. ولقد أخبرني أن الحشيش لا يضر، وأن المخدرات فيها متعة كبيرة، ووعدني أن لا يدخل السجن مجددا بعدما هرب منه بتهمة القتل. اطمئني يا أمي، وسنبحث له عن دواء للإيدز. ماما لا تقلقي، أصبحت راشدة وأنا عمري 18 سنة الآن، وأنا أعلم كيف أعتني بنفسي وأولادي، وفي يوم ما سأزورك لتتعرفي على أحفادك. ابنتك المحبة لك. ملاحظة: ماما، كلامي كله مزحة، أنا هنا فوق السطح، فقد أردت أن أريك أنه يوجد في الحياة أمور أسوأ من نتائج الامتحانات. ماما الحبيبة، أنا رسبت في هذا الفصل. قالت الأم وهي تتنهد: الحمد لله يا رب، إن شاء الله عمرك ما نجحتي.